من ألذ الأكلات المصرية والمحبوبة جدا هو الطرب. تعالوا نعمله النهاردة زي المطاعم الكبيرة، ولكن بطريقة سهلة وبسيطة. يلا نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف الطريقة. تعالوا نجهز الحشوة الأول. أول حاجة جبت بصلة كبيرة وبشرتها كده بالمبشرة ناعم جدا. وبعدين هنبتدي نتخلص من السوائل اللي موجودة في البصل بتاعنا. هنجيب البصل بتاعنا ونعصره بين ايدينا كده كويس قوي، ونتخلص من المية دي. لا اوعي ترميها، هنحتاجها دلوقتي وهقولك في ايه. اعصري كويس بقى علشان تتخلصي من المية الكتير اللي بتبقى في البصلة. هنبتدي بقى نبهر البصل اللي عندنا ونبهر مية البصل دي. يعني البهارات اللي هنحطها على البصلة هنحطها على المية البصل. هنحط ملح وفلفل أسمر والسبع بهارات، وهنحط بابريكا، معلقة صغيرة من كل حاجة. هنقلب بقى مية البصل كده بالبهارات الحلوة دي ونركنها على جنب دلوقتي. وهنبتدي نجيب البصل والبهارات دول وننزل بيهم باللحمة المفرومة اللي عندنا. دول حوالي 400 جرام من اللحمة المفرومة. وهننزل كمان بشوية بقدونس مفرومين كده ناعم. وهنبتدي بقى نخلط المكونات اللي عندنا دي كلها كويس جدا لحد لما تتجانس مع بعضها. وبكده هنكون خلصنا الحشوة بتاعتنا وجهزناها. تعالوا بقى نجيب آه، الحاجة اللي بيتعمل بيها الطرب، وهو عبارة عن منديل الخروف. منديل الخروف ده ايه هو بيجي منين؟ منديل الخروف ده اول لما بتروحي بقى كده تذبحي الخروف كده في العيد الكبير، اول لما الراجل كده يسلخ ويشق بطن الخروف كده، اول حاجة بتظهر هي المنديل. وده اللي بيكون شامل الامعاء بتاعة الخروف والمعدة والكرشة وكل حاجة بتكون جوه المنديل ده. يعني المنديل ده بيحيط بالبطن كاملة. تمام. بناخده كده ونحطه في التلاجة شوية، ما تشتغليش بيه على طول لو انت جايباه فريش. وبتبتدي تاخدي كده الكفتة حتت حتت صغيرة كده بين ايديكي، وتبتدي تعمليها بقى صوابع كده. انا عاملاها صوابع كبيرة شوية لانها هتكش طبعا لما تدخل الفرن. ونبتدي بقى بالمقص كده نبتدي نقطعه كده مربعات صغيرة على قد صباع الكفتة اللي انت هتعمليه. هنصبع بقى الكفتة اللي عندنا كده بالشكل ده ونبتدي نلف. اول لما يلف عليها مرة، يعني تحسي ان هو اتغطى من كل الجوانب، تبتدي تقطعي بالمقص بالشكل ده. او لو عندك سكينة حامية قوي استخدميها، لكن المقص بيكون افضل في المرحلة دي. وكمان اتأكدي ان الصباع الطرب متقفل كويس من الجناب علشان ما يفكش منك في الفرن. لو عندك حتة بقى تخينة قوي زيادة عن اللزوم اقطعيها. طبعا الحتة اللي احنا بنقطعها دي مش هنرميها، انا بشيلها في الفريزر وبجمدها. واول لما بيبقى عندي كفتة بقى عايزة اعملها تاني بجيبه بقى وابشره بالمبشرة ناعم كده، بيخلي طعم تاني للكفتة، طعم رائع جدا جدا. تبتدي كده نصبع وتضغطي عليه بايديكي وترصيه في الصينيه اللي هتدخليها الفرن. طبعا لما نيجي نتكلم عن التسويه، لو حابه تسوي على الفحم طبعا ده شيء تاني، هتركبيه في اسياخ. يعني حطي كل 3 صوابع كده في فسيخ وابدأي اشوي على الفحم زي ما انت عايزة. ولكن لو ما عندكيش فحم وعايزة تعملي طرب، بتبتدي تحطيه في صينية كده في الفرن. ولما تيجي تدخليه الفرن تكون درجة الحرارة عالية، درجة حرارة 200. ما بياخدش وقت خالص في الفرن. واول طبعا لما بيستوي بتطلعيه وتحطي كده في حمايه في حته ورق فويل، وتنزلي عليه بحته ليه نيه كده صغنونه من اللي طلعت معاكي دي، وتغطي عليه بغطا كبير. هيديكي نفس نتيجه الطرب المشوي بالظبط اللي بتاكليه في اكبر المحلات اللي بتعمل مشويات. طريقته سهله جدا جدا، تكنيكه بسيط. مجرد ان انت تقطعيه بس بطريقه سليمه علشان ما يهدرش منك. كده خلصت الكميه اللي عندي كلها، وهيجي بقى دور الميه اللي انا تبلتها بتاعت ميه البصل دي. هنبتدي بقى ندهن بيها الطرب كده علشان ما ينشفش منك وانتي بتسويه في الفرن. ولو احتاج هو في الفرن انك تدهنيه تاني ادهنيه، مش هياخد وقت خالص، تلت ساعة او نص ساعة بالكتير على حسب فرنك وهتلاقيه استوى. طلعيه وقدميه بالهنا والشفا. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تبخليش عليا باللايك، لان هو ده اللي بيرفع الفيديو. متنسيش كومنت حلو منك تقوليلي ايه رأيك. شكرا للمشاهدة.